هات لي حد في بلدك بيعمل فطيره سجق كيري زي دي بالخامات وبالكواليتي دي وانا اديك اللي انت عايزه. بصوا انا لا بافور ولا جاي اهزر، انا بس جايب لكم المره دي واحد من اجمد الاماكن اللي ممكن تاكلوا من عنده فطير، وده مش عشان هم شغالين بسمنه وبزبده بلدي، لا يا جماعه الموضوع اكبر من كده بكتير. فلو انت بتحب الفطير وجعان تعال اقول لك بسرعه تاكل ايه من عند سفيان. دي بقى الفطيره اللي بتخليك تحكم على المكان بجد، فطيره سجق كيري. بجد الفطيره دي كل حاجه فيها حلوه، سواء تورقه الفطير وقرمشته ولا طعم السجق ونظافته ولا ميكس الجبنه الموتزاريلا مع الكيري، بس الكيري اللي بجد مش اللي مضروبه. كميه الحشو هنا اصلا والكواليتي بتاعته بجد 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 انا ما دوقتهاش في مكان تاني لحد دلوقتي. بس ميكس الجبن اللي بجد هو اللي بيحطوه في فطيره الميكس جبن. انا بصراحه اول مره اشوف حد بيحط كل الجبن دي بالكواليتي دي في فطيره، وطبعا مش محتاج اقول لكم طعمها كان عامل ازاي، حاجه كده تتاكل بس ما يتحكيش عليها كتير. فيها مزازه حلوه قوي. جربت كمان من عندهم فطيره المزاجنجي، ودي فطيره ميكس بتبقى محشيه سجق وستريبس وكيري وغرقانه جبنه شيدر، بجد طعمها خطير، ودي بالذات اروح اكلها من عندهم تاني كتير. وطبعا كل اللي فات ده بقى كوم، وفطيره الكاستر اللي غرقانه شوكولاته دي كوم تاني خالص، القطمه منها بتنزل في قلبك كده والله مش في معدتك. هما كمان بيعملوا بيتزا وباستا وكريب وحاجات تانية كتير، بس انا من شكل الفطير وجماله اخترته هو بس من غير تفكير. ده كان فرعهم في حدائق اكتوبر، وليهم فرع تاني في المريوطيه، جربوه لو عايزين تاكلوا فطير مخدوم وحلو وطعمه خطير، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.